الانمي ده من ضمن الانميات المظلومه اللي محدش عارفها ولا بيتكلم عنها، ولكن قصته فعلا حلوه وجميل جدا ومحمس بطريقه مش طبيعيه يعني. بتاكد ان انت هتشوف الفيديو للاخر عشان بجد هيفوتك. الانمي اصلا من اول حلقه انت على طول بتخش في مود الاحداث بتاعتها سريعه كده، مفيهاش لسه الحاجات دي، على طول كده بتخش في الاحداث يعني. تبدا القصه بكيوسكي. كيوسكي ده هو بيكون قائد لمنظمه بتجمع الناس اللي عندها قوه خارقه. عموما اختصارا كده، العالم اللي فيه ناس بتتولد عندها بعض القوى الخارقه وناس تانية طبيعيين ما عندهاش طبعا قوه خارقه. تبدا الانمي بكيوسكي وهو عمال يضرب في طيارات وبيدمر دبابات وحاجات كده، ولكن في الاخر بيقبضوا عليه، ولكن هم اصلا مش بيقبضوا عليه، هو اللي بيسلم نفسه ليهم يعني، عشان في حاجه في دماغه هو عايز يعملها. كل الدبابات والطيارات اللي عمال يقتلها ويموتها ويفجرها دي اصلا جزء صغير جدا من قوته. بعد كده بنروح لسجن اسمه سجن الإسبير. السجن ده بيجمعوا فيه كل الناس اللي عندها القوة الخارقة، المجرمين، يحطوهم في السجن ده محصن جدا، وفيه أجهزة معينة بتخلي القوة بتاعتهم دي متشتغلش. بعد كده بنروح لبطل تاني من أبطال القصة، واحد اسمه هيومي. بيبدأ القتال في السجن مع هيومي وبيكونوا عايزين يضربوه، لكن هو بيعرف يضربه، ومحدش دلوقتي عارف ايه القوة بتاعته، لكن القوة بتاعته من ضمن أقوى القوة الموجودة يعني، بس لسه مش ده المهم. بعد كده كيوسكي بيروح للسجن هو كمان عشان هو اللي بيكون سلم نفسه ليهم، وكيوسكي اول ما بيشوف الضباط الموجودين مش بيعجب كده طريقة كلامهم معاه، فبيروح على طول مدمر لهم طيارة ودبابة كده يعني، حاجة بيتسلى فيها يعني. لكن بيستخدموا جهاز او تردد معين اسمه الام اس بي، حاجه زي كده يعني، ده بيعطل القوه الخارقه بتاعته. هيومي بيكون عايز يدافع عن الواد ده، هو اصلا شكله شكل طفل لكن محدش عارف ايه السر وراه يعني، فبيكون عايز بيدافع عليه، بيقول يا جدعان انتوا بتشطروا على طفل يعني، ما تسيبوه، ما عملش حاجه الواد يعني. بعد كده بياخدوا كيوسكي وهيومي وبيحبسوه. هيومي بيقول لكيوسكي، بيقول له انت ازاي طفل كده وموجود في منظمه خطيره زي منظمه البندرة دي ولا ايا كان اسمها يعني. بيقول له لا انا مش عضو بس فيها، انا الرئيس بتاعهم. يومي كده مش بيصدقه. بعد كده كيوسكي بيقول له انت عايز تخرج من السجن؟ بيقول له اه لو تعرف. بيقول له ما تقلقش هخرجك يعني، بس خليك معايا، بس افتكر ان انا هخرجك منها. كيوسكي فيه غموض كبير قوي وراه، محدش عارف هو مين ولا ايه سر قوته اللي معاه دي. بعد كده بطريقة ما كيوسكي بيعرف ان هو يخرج هيومي من السجن، وبيروحوا لمكان كده. المكان ده اي عيان او اي حد من الناس الموجودة في السجن بيتعبوا بياخدوهم لمكان كده زي مستشفى. بنكتشف ان دي مش مستشفى عادية، دول بياخدوا الناس او الناس السجناء اللي عندهم قوة خارقة، لما بيتعبوا ياخدوهم المستشفى دي، بيعملوا عليهم ابشع التجارب وحاجات غير انسانية خالص ان هم يعملوها. يومي لما بيشوف الكلام ده طبعا بيستغرب وما بيكونش مصدق ايه اللي هما بيعملوه ده، وبيكون الهدف بتاع كيوسكي ان هو يروح يحرر الناس اللي موجوده في المكان ده. لكن بيجي رئيس السجن وبيطلع كده زي بني ادم شكله غريب، او مش بني ادم، بيبقى كانه زي غول او وحش كده. بيقول له انا عملته باستخدام القدرات الناس اللي جم هنا المستشفى، موتهم كلهم وعملت عليهم بعض التجارب، وخلقت المخلوق الغريب ده عشان يقدر يموتك، واقدر اعمل بيه اللي انا عايزه، وبيسمع اوامر انا بس. كيوسكي بيكون متضايق جدا ان هم ازاي يعملوا كده في الناس يعني، ما هم برضه بشر زيكم، وهم مش مأذينهم كده مش عارفين يستخدموا قدراتهم حتى، فهم كده ما عملوش حاجه، لكن الناس بتستخدمهم عشان يعملوا عليهم جرايب او تجارب كده مش طبيعيه خالص. بيبدأ كيوسكي يضرب الغول ده وبيطلع قوته اللي هي بتبقى قوه مش طبيعيه كده، باستخدام ان هو بيفتح حاجه كده عنده في جسمه يعني، فبيقدر ان هو يطلع القوه بتاعته كامله. وبتكون في طفلة كده موجودة في زجاج، هي دي اللي عايز يروح يحررها، وبتطلع وبنكتشف ان القوة بتاعت هيمي ان هو بيقدر يوقف اي قدرة من الناس اللي عندها قدرات خارقة، يعني اي واحد يجي يضربه ما يتأثرش، بيعرف ان هو يوقف قدرته، هي دي بس القدرة بتاعت هيمي. بعد كده كيوسكي بيضرب كده السما، فبينفتح كده مكانها سفينة بتظهر، دي بتكون السفينة بتاعت المنظمة بتاعته، أو ده المقر بتاعهم اللي هما بيستخبوا فيه يعني. الفكرة إن السفينة دي فيها قدرة، او حد عنده قدرة او في جهاز معين عنده القدرة ان هو يقدر يخفي السفينة دي عن المكان عامة، محدش يعرف هو مكانها فين، اللي هي مخفية. بعد كده كيسكي بيقول لكل السجناء لو عايزين تهربوا هربوا، دي فرصتكم، يلا انا حررتكم يعني. بعد كده بنكتشف ان هيمي لما بيروح كده في حتة لوحده بيكلم حد عن طريق عينه، قدرة من ضمن القدرات يعني، او هو جهاز حاطينه كده في دماغه عشان يعرف يكلم. عموما يعني بنكتشف ان هيمي هو اصلا مش مجرد حد عادي، لا ده جاسوس من الحكومة الامريكية بيتجسس على منظمة اللي اسمها منظمة البندرة دي، وبيكون مهمته ان هو يكتشف ايه الجهاز اللي بيخليهم مش ظاهرين خالص على الماب، او مش ظاهرين خالص عامة في الحياة، مع السفينة مخفية. فمهم تيمي ان هو يشوف فين الجهاز ويدمره او يقول لهم عليه. باقي اعضاء المنظمه طبعا بيكونوا شاكين فيهم انه ممكن يكون جاسوس او حاجه، ولكن كيوسكي بيقول له كيكا ما تقلقش انا هاخده معايا في المهمه الجايه، وهنكتشف وهنشوف ولاؤه هو فعلا لينا ولا هو مجرد جاسوس جاي من عند حد. والمهم ان هما بيتاجروا في نوع من انواع يعني الحاجات المهربات وبيهربوها وكده عشان يعرفوا ياخدوا منها فلوس. وبتكون المهمة بتاعت هيمي اللي هو يمسك السنايبر بتاعه وينشن على حد معين كده، اللي قصاد كيوسكي اللي هو بيكلمه يكون برضو واحد تاني من ضمن منظمات موجودة وكده،
اول ما كيسكي بيديله اشاره هي ما بيقدرش ان هو يضرب، بيكون متردد ان هو يقتل، ما هو مش عارف مين اللي بيقتله ليه. فبيقوم كيسكي وبيخلص على الراجل ده، ولكن بنكتشف ان الراجل ده اصلا انسان آلي. هيومي برضه بيتخض. بعد كده كيوسكي بيستخدم قوته وبيدمر كده مبنى معين قدامه يعني، وهيمي ما بيكونش فاهم هو عمل كده ليه. بعد كده بيقول له انت خلاص كده كده حقق مهمتك. بيقول له ازاي؟ بيقول له المبنى اللي انت كنت واقف عليه ده موجود الجسد الرئيسي بتاع الانسان الآلي ده. هو قوته ان هو بيعرف يتحكم في الجسد التاني، وهو اصلا عبارة عن عجوز هزيل عنده مش عارف كام سنة، ومجرد قاعد على الأجهزة وبيتحكم في الجهاز التاني ده. وانت علشان كنت واقف فوقيه، واقف فوق السطح اللي موجود في الجسم الرئيسي، فانت عطلت قوته، لأن قوة هيومي ان هو بيقدر يعطل اي قوة من الناس اللي عندها قوات خارقة. بعد كده هيومي بيبدأ ان هو يتعرف على كل واحد من فرد من الافراد الموجودين في المنظمة، وبيكتشف ان في اطفال موجودين ما عندهمش طبعا ولا اب ولا ام، ولكن عندهم القوات الخارقة، والمجتمع نبذهم او رماهم يعني لما عرف ان هم عندهم قوات خارقة. هو كيوسكي بياخدهم عنده في المنظمة عشان يحميهم من اي حد عايز يعمل عليها تجارب او يستغلهم او يستغل قوتهم. هيومي ساعتها بيحس ان ممكن يكون كيوسكي ده شخص كويس، ما هو بيجمع الأطفال ومش بيأذيهم وبيحميهم من الناس اللي عايزة تعمل فيها تجارب. هي ما بيكونش عارف هل كيوسكي ده شخص كويس وبيجمع الناس وبيحافظ على الناس اللي عندهم نفس القدرات أو من بني جنسه يعني اللي عندهم قدرات والمجتمع نابذهم، ولا هو مجرد شخص إجرامي بيستغلهم. هيمي كل ده متردد ومش عارف يحدد. في مملكة اسمها مملكة باندرا، الأميرة بتاعتها عازمة أو بتجمع كل الناس اللي عندهم قدرات خارقة علشان تديلهم حقوقهم، وتجبرهم او مش تجبرهم، تعمل زي اتفاقية كده بينهم وبين الناس التانية ان هم زي لازم يتقبلهم في المجتمع، ودول ناس ممكن يحميهم ونعملهم كأبطال، مش كناس نستغلهم مجرد في الحروب بعد كده نرميهم ونعمل عليها تجارب. بتكون أميرة مملكة باندرا هي همها او المهم بالنسبة لها ان هي تحميهم ويكون في ما بينهم اتفاقية عشان يعيشوا مع بعض، ما حدش فيهم يستغل التاني. وطبعا كده كده الناس اللي عندها قدرات خارقة دي هي تقدر تستخدم القدرات بسبب الجهاز اللي هم طوروه الحكومة اللي اسمه الام اس بي ده، اللي هو اصلا مذبذبات او موجات معينه كده اول ما بتطلع بتخلي الناس عندها قدرات خارقه دي ما بتعرفش اصلا تستخدم قوتها وبيحسوا بصداع وبيغمى عليهم يعني. فكده كده يعتبر ان البشر العاديين عندهم سلطه اكتر بسبب الجهاز اللي هم عملوه. اول ما بيحروا الحفله فجاه الدنيا بتضلم ومش عارف ايه وبيحصل حوار كده، بنكتشف ان الاميره اتخطفت، واللي بيكون خاطفها هو كيسكي والمنظمه بتاعته. فبنستغرب، فبيقولوا انت خطفتها ليه ومش عارف ايه. بتكون في طفله كده اسمها ايه، اسمها هيرمي باين، اسمها هيرمي. بعيدا عن اسمها بتكون في طفله كده موجوده مع المنظمه دي بتقدر تعرف المستقبل، فعرفت ان في حد عايز يخطف الاميره. فرئيس المنظمة اللي هو كيسكي طبعا قرر ان هو يخطفها ويخبيها عنده ويحميها لحد ما يعرفوا مين اللي عايز يخطفها، لان هي ست تعتبر عايزة تحافظ عليهم يعني، فهي بالنسبة له حد كويس طبعا. بعد كده الأميرة بتاخد الطفلة دي وبيكون معاهم هيمي، بيقولوا له راقبهم يعني خد بالك منهم وكده، وبيكونوا حطوا كل الناس الموجودة في وهم ان كل الناس تظهر كأنهم نفس شكل الأميرة عشان محدش يعرف هي أنهي واحدة موجودة. فبيبدأ هيمي يراقب الطفلة دي، بيلاقيها طفلة عادية ما بتعرفش تتحكم في قوتها وما بتأذيش حد وما بتكونش عايزة تأذي حد طبيعي. بعد كده الطفلة بتهرب منهم أو بتكون قاعدة لوحدها، بتلاقي طفل تاني عمال يعيط، بتعرف ان هو ابوه وامه مش لاقيه، فبتستخدم قوتها وبتلاقي ابوه وامه وفعلا بتوديها. ولكن اول ما الاب والام بيكتشفوا ان هي انسان غريب كده وبيقول لها ازاي عرفتي مكاننا، بتقول انا بعرف اقلع عقول الناس، وهي طفله بترد عادي، ما هي مش عارفه ان دول ناس مثلا ممكن يضربوها او حاجه يعني او يأذوها. فبترد اللي انا بعرف اقرا عقول الناس، فعرفت اللي انتوا بتدوروا عليه فجبته لكم. طبعا بدل ما يشكروها والكلام ده، قاموا خدوا الطفل بتاعه وجريوا، والناس كلها عايزه تقبض عليها، والبوليس الموجود عايز يقبض عليها وعايزين يقتلوها وحوارات كده، واستخدموا الجهاز بتاعها. قامت قوتها طلعت طبعا من كتر ما هي متضايقه، قامت قوتها طلعت وفيها قوه تانية غير ان هي بتعرف تقرا العقول. قامت القوة بتاعتها طبعا طلعت وكانت هتدمر المكان كله، لكن هيمي بيتدخل عشان هو بيعرف يوقف قدرات الناس اللي عندها قدرات خارقة، وبياخدها. بعد كده بيرجعوا تاني وبيهربوا بسرعة. بعد كده كيوسكي بنشوفه في مستشفى وهو بيحاول يعمل كشف لنفسه، بنكتشف ان كيوسكي اصلا هو راجل عجوز عنده بتاع 90 ولا 98 سنة ولا 80 سنة، راجل عجوز يعني، ولكن هو استخدم قدرته بعض الادوات الطبية عشان يفضل مصغر نفسه. ولكن هو بيكتشف ان هو ما بيكونش قدامه وقت طويل وقرب يموت، ولكن ما بيكونش عايز ان هو يموت غير لما يحقق هدفه. ايه هدفه لسه مش واضح قوي يعني، لكن هو بيتمنى ان الوقت بتاعه ما يجيش ويموت قبل ما يقدر يحافظ على الناس اللي هو معاه. ونكتشف قد ايه ان باقي المنظمة بيحبوه جدا، هم مجرد افراد طبيعيين، ناس عندها قوات خارقة واطفال صغيرة، وبيحبوا الرئيس بتاعهم اللي هو كيوسكي عشان بيحميهم وبيحافظ عليهم. بعد كده هيمي بطريقة ما بيعرف ان هو يوصل للجهاز اللي بيخلي السفينة مخفية، واول ما بيضرب الجهاز ده على طول السفينة بتظهر على الخريطة والحكومة الامريكية بتبدأ ان هي تهاجمها. كيسكي بيلاقي هيمي بيقول انت قعدت وسطينا وشفت اللي احنا بنعمله وشفت اللي احنا ناس كويسة، واللي انا بحافظ على باقي الناس من الناس اللي عايزة تعمل علينا تجارب وتموتهم،
وانت برضو مصمم تعمل اللي في دماغك. طبعا كيوسكي ما بيكونش قادر ان هو يستخدم قدرته على هيومي، لان هيومي قوته ان هو بيبطل قدرات الناس اللي عندها قوات خارقة. فعلى طول بتظهر السفينة على الخريطة، وبتبدأ الحكومة ان هي تهاجم السفينة. هيومي بيكلم الرئيس بتاعه، بيقول له انت وعدتني ان انت مش هتقتل ولا الاطفال ولا هتقتل اي حد. بيقول له اه طبعا طبعا، دول ناس زينا زيهم. فبيقوم على طول الرئيس صادر امر اقتلوا كل الوحوش والحشرات الموجودة بالاطفال بالكبار ومتخلوش حد فيهم عايش. هيمي بيستغرب، ما بيكونش فاهم ايه اللي حصل. هو هيكون السبب ان يخلي حتى الاطفال اللي ملهمش ذنب ان هم يموتوا؟ طبعا بتكون دي كلها خطة علشان مجرد بس ان هم يعرفوا فين مكان المنظمة ويقتلوهم كلهم. هيمي بيتضايق قوي من نفسه، وكيسكي خلاص قوته بتكون قرب ان هو تروح، لكن هو بيعمل اكتر ما في وسعه علشان يقدر يقتلهم كلهم او يقدر ان هو يحافظ على الناس اللي معاه. باقي افراد المنظمة بتيجي وبتقدر ان هي تاخد الاطفال وتوديهم في مكان تاني، لكن ما عدا الطفلة المعينة اللي اسمها يوجري او يوكري، وبياخدوها كده عشان عايزين يستخدموها في طريقة ما، عايزين يستخدموا قوتها في حاجة معينة. وباقي الاطفال بتهرب مع باقي المنظمة وما بيكونش قادرين ان هم ياخدوا الطفلة دي، خلاص بيكونوا خدوهم يعني. وطبعا بيدمروا السفينة والسفينة بتقع، وبيكون كيوسكي خلاص عمل كل قوته، خلاص قربت ان هو يجيب اخرها وخلاص عمره قرب ان هو يموت. فبيغرق خلاص في المية وخلاص قرب ان هو يموت، ولكن هيمي في اخر لحظة بينقذه. بعد كده بنيجي لأهم لقطة في الانمي كله وقصة حياة كيوسكي. بنشوف كيوسكي وهو طفل وبيتعرف على واحدة بتكون أخته بالتبني، بيكون صاحب أبوها خده علشان يربوه معاه. بيكون كيوسكي اتولد من ضمن الناس اللي عندها قوة خارقة، وبتكون برضو بنت الراجل اللي هي تعتبر أخته بالتبني عندها برضو نفس القوة الخارقة، وبتكون قوتهم اللي هما بيعرفوا يتحكموا عن الأشياء عن بعد. بيكون الجيش الياباني نظم واحدة خاصة للناس اللي عندها قدرات خارقة ان هم يستخدموهم في الجيش والحرب، ويخلوهم زي كأنهم أبطال. كان ساعتها لسه ما كانش الناس اللي عندها قوات خارقة ظهروا، ما كانش موجودين بكثرة. بعد كده يوكسكي بيفتكر كلام أبوه كان على طول بيضربه، بيقول له اوعى تستخدم قوتك قدام أي حد، لو حد عارف ان انت عندك قوتك مش هتعرف تعيش. أنا اللي خليت أمك تموت بسبب أبحاثي، واللي أنا خليت الناس تعرف اللي هي عندها، لحد ما في الآخر أبحاثي ماتت بسببها. اوعى تستخدم قوتك لو عايز تعيش كإنسان طبيعي، اوعى تستخدمها. دايما كيوسكي بيستخدم دايما كيوسكي على طول بيفتكر كلام أبوه. ولكن بيجي رئيس الوحدة دي وبياخد كيوسكي عندهم هو والبنت دول، وبيشوف ان في 3 4 5 كمان عندهم نفس القوة، اللي عنده قوة النار واللي بيعرف يقرا الافكار واللي كل واحد عنده قوة معينة يعني. وبيكون هدف الوحدة دول ان هم يستخدموهم في الحرب، وان يخلوا كل واحد كأنهم بطل بيحاولوا يحافظوا على المجتمع. كده كده كان ساعتها لسه محدش عارف الناس اللي عندها قوات الخارقة دول خطر ولا مش خطر، ولا كتير ولا مش كتير، كان لسه الحوار بيبدأ. كيوسكي عجب الموضوع ان هو اخيرا هيبدأ ان هو يستخدم قوته والناس تشوفه كحد بيحاول يساعدهم وكأنه بطل. كيوسكي طبعا فرح بنفسه قوي. بعد كده بيعدي الزمن وكيوسكي بيكبر بيبقى شاب، وبيكون الوحدة بتاعته عملت انجازات عظيمة في الحرب. بعد كده قائد الوحدة بتاعته، هو بالمناسبة بيكونش عنده اصلا اي قوة خارقة، بيقول له خلاص احنا الوحدة بتاعتنا هتتفكك، امريكا رمت علينا القنبلة بتاعت هيروشيما واحنا خلاص استسلمنا ليها. بعد كده فجأة القائد نبرته اتغيرت، بتقوله الجهاز ده كان من ضمن حد بيعرف ان هو يستخدم قوة الاستبصار المستقبلي، حد بيعرف ان هو يشوف المستقبل بدقة عالية جدا توصل ل100%. والجهاز ده بيقول ان انت في المستقبل هتجمع كل الناس اللي عندها قوة خارقة وهتدمر العالم كله. كيوسكي بيقول للقائد بتاعه، بيقول له لا طبعا انا مستحيل اعمل كده. القائد على طول بيمسك المسدس بتاعه وبيكون هيقتل كيوسكي. كيوسكي بيقول له انت بتعمل ايه؟ انت اكيد بتهزر، انا كده كده مش هعمل كده، ولو عملت كده انت بجد هتقتلني. القائد اخيرا بيظهر على حقيقته، بيقول له خد بالك انت مش انسان، انت مجرد وحش او اداة انا بستخدمها، انت بتاع انا بس، انا مجرد كنت بستخدمك لاجل الحرب وخلاص، انت مالكش اي 30 لازمة ولازم تموت دلوقتي. كيوسكي ما بيكونش مصدق كلام القائد بتاعه، القائد بتاعه اصلا بيكون هو الوحيد اللي كيوسكي وثق فيه، وقام ضرب عليه رصاصتين وقام كيوسكي مات. والقائد طبعا بيبتسم ابتسامة خفيفة كده بتدل على كمية الحقد والغل والشر والقرف اللي فيه. لكن بنكتشف ان كيوسكي بيقوم ما بيكونش مات، بيكون وقف الرصاصة على اخر لحظة، لكن بتكون دخلت في الجسم وما بيكونش اخترقت لسه اعضائه. وكيوسكي اول ما بيقوم بيقتل القائد بتاعه. ومن هنا بنعرف ايه الهدف بتاع كيوسكي. كيوسكي عارف ان كل الناس هتستخدمهم لاجل الحرب، وبعد كده هيقتلوهم، بيعملوهم كأنهم عبيد او وحوش، مجرد أداة بيستخدموها بس وخلاص، زي الدبابة والمسدس وهكذا. بيكون هدف كيوسكي ان هو يقدر يحمي اكتر ناس موجودة عندها قوات خارقة، ويحاول ان هو يحافظ عليهم من الناس ما تستخدمهمش وفي الاخر تقتلهم. ولكن بقى بنكتشف اللي عمل كل ده واللي كان الرئيس بتاع هيمي واللي خلى السفينة تكتشف، بيطلع هو نفس الراجل او القائد بتاع كيوسكي زمان، بيكون لسه عايش ما ماتش. كيوسكي اول ما بيعرف ده بيتجنن، ما بيصدقش ان راجل بالحقد والشر ده بيكون لسه عايش.
فبيقرر كيوسكي وهيمي بيتصالحوا على بعض ان هم يروحوا يقتلوه. طبعا كيوسكي بيكون كلها قوته راحت، ما بيكونش قادر ان هو اصلا يستخدم ولا حتى جزء بسيط من قوته. فاول ما بيروحوا بيلاقي الطفله اللي هم خطفوها موجوده، بتكون الطفله دي عندها اقدر واقوى قوه موجوده فيهم كلهم. القوه بتاعتها مرعبه، وبتكون عندها اكتر من ضمن القوات، بتكون عندهم كل القوات اللي عندهم اصلا، اكتر قدره مرعبه وقوه فيهم. والبنت بيكونوا عاملين لها كده زي جهاز معين او نوموها تنويم مغناطيسي، عموما غيروا فيها لدرجه ان هي ما بقتش عارفه مين دول. الناس اللي كانت متربية معاهم، اللي هو القائد اللي بيحميها والرئيس وهيمي وكيوسكي والناس دي، مش عارفاه وعمالة تدمر في كل حاجة. بيكون الراجل طبعا الخبيث ده هو أصلا مستخدمها علشان هدف كده في دماغه يعني. ولكن هيمي بيستخدم قوته، بيقدر ان هو يوقف قوتها، وكمان بيقدر ان هو يساعد كيوسكي. بعد كده كيوسكي بياخد هيمي وبيهربوا وبيروحوا لمكان تاني يعيشوا حياتهم، يحاولوا ان هم يحافظوا على بعض. وطبعا في الآخر كيوسكي بيشوف الراجل اللي كان من زمان عمل فيه كل ده بالليل لسه عايش، ولكن بيكون شالوه من منصبه يعني، وبيقولوا انا مش هموتك ولا هقتلك ولا اي حاجه، ولكن انا همسح ذكرياتك عشان ما تفتكرش اي حاجه خالص واخليك عايش كده. وفعلا بيمسح ذاكرته كانه حد مش فاكر هو مين، بيقول له هخليك تنسى اهدافك وتنسى اي حاجه، ومش هقتلك بس هخليك عايش كده لكن انت مش فاكر اي حاجه. وفعلا بيعمل كده وبيسيبه وبيمشي. وكيسكي بيقول له هيمي خلاص اللي حصل حصل، لو عايز ترجع تاني معانا تعالى مش هعمل لك حاجه. لكن هيمي بيقرر ان هو يعيش حياته ويدور على نفسه ويحقق حلمه اللي هو ايه مش عارفين يعني. بيكون كوسكي لسه ما ماتش، بيكون قادر ان هو لسه يحافظ على الناس اللي معاه، وبيحاول ان هم يكملوا حياتهم ويدوروا على باقي الناس اللي عندهم قوات خارقة. لو عجبك الانمي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وممكن تقول ايه انمي تاني نخلصه، وايه اللي حلو في الفيديو ممكن نعليه طبقة صوتي، إيه طريقتي وانا بسجل مثلا ممكن اعمل ايه في الفيديو. لو عايز تكتب اي حاجة بيسيبها لنا تحت في كومنت. وبس كده، سلام.